خاص وصل إلي عدد كبير جدا من الرسائل، يعني بعضها يوافق وبعضها يحتوي على سب ولعن بأقذع الألفاظ. فكنت قد رسالة أتلطف فيها في الرد وأنقل شيئا من فتاوى هذا الرجل، يعني مما فيه موقع، مما فيه أن القرآن فيه تغيير لمواضع الآيات وفيه نقصان لبعض الآيات ونحو ذلك مما يعني، وفيه أيضا أن مصحف فاطمة وحي أوحاه إليها جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ إلى آخره. فكنت أرد بها عليهم. اتصلت على أحدهم رد علي بعد عدة اتصالات، ورد علي وكان متشنجا وكان قد أرسل إلي أقفاظ، يعني يسبني ويسب عرضي ويسب أمي وأبي ويسب زوجتي ويسب بأقذع الألفاظ السوقية. فاتصلت به كيف حالك وإن شاء الله أنت بخير، فرد علي بشيء من العنف. قلت طيب ما رأيك أن نلتقي ونتحاور، بدل ما أنت ترسل لي وأنا أرسل لك، إيش رأيك نلتقي ونتحاور؟ قال أنا ما ألتقي بهالأشكال. قلت طيب اعتبرني يعني شخص يحتاج إلى شيء من علمك وإلى نصحك، وتعال انصحني ووجهني. فأنت وين أنت، في الرياض ولا وين؟ فاكتشفت أنه في الرياض، وإذا هو طالب من طلابي في الجامعة وأنا ما أدري، طالب من الطلاب لكن لم أدرسه، جامعة فيها أكثر من يعني قرابة 30,000 طالب وهو من ضمنهم وأنا ما أدري أنه طالب عندنا. قلت طيب تفضل عندي في البيت. قال لا. المهم اتفقت أنا وياه على مكان نلتقي به، وذهبت معي بهدية وتلطفت معه. فلما جلست معه فإذا هو يعني متحفز جدا ومليء بالحنق علي وجالس، وهو لو استطاع أن يخنقني لفعل. فقلت له طيب أول شيء أنت ماذا تعتقد فيا؟ طبعا هو جاء عندي في البيت، صبيت له قهوة وشاي وكذا. قلت ماذا تعتقد فيا الآن وانت قالط عندي وقاعد تشرب القهوة عندي؟ قال تبغى الصراحة من غير زعل؟ قلت نعم. قال أعتقد أنك كافر بالله العظيم. قلت يعني لو أموت الآن؟ قال جهنم وبئس المصير على طول. قلت يعني ما عندي ولا شوية إيمان، ذرة من إيمان ممكن تدركني الشفاعة؟ قال لا ما عندك ولا شيء، أنت مثل فرعون وهامان وأبي بن خلف. قلت لماذا؟ فقال لأنك تكفر عليا رضي الله عنه. قلت ومن قال لك إني أكفر علي؟ يا ابني أنا أحب علي أكثر ما أحب نفسي وأكثر ما أحب أولادي. يا أخي وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله والله يصيبني بالشلل ما أقول من مكاني. كيف أنا أكفر؟ أنا مجنون أكفر علي رضي الله عنه، بل أترضى عنه وأحبه وفي صلاتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعلم أنه من آل محمد عليه الصلاة والسلام. كيف تقول إنه أكفر علي؟ قال ما تكفر علي. قلت لا. قال أجل أكيد أنك تكفر الحسين. قلت وأنت ما يرضيك إلا أني لازم أكفر أحد يعني؟ حتى الحسين يا أخي ما أكفره. قال عجيب، لا علي ولا الحسين؟ قلت لا علي ولا الحسين ولا الحسن ولا أبا بكر ولا عمر، ما أكفر أحد من الصحابة الكرام. كيف تقول إني وأنا لازم أكفر أحد وألعن وأسب أحد؟ فقال لا أنت أكيد أنك يعني تمارس معي التقية. قلت يا أخي لا تقية ولا ما تقية، شوف أنا صريح معك ولا قدامنا إعلام ولا كاميرات ولا شيء، وأنا لست خائفا منك حتى أمارس معك تقية وأنا خايف منك. والله إنهم مسلمون مؤمنون أحبهم أكثر ما أحب نفسي، وأعتقد أن درجتهم عند الله تعالى عالية. فتفاجأ بهالجواب وقال عجيب صدق؟ قلت نعم. قال أنا لما كنت صغير، والله هذا كلامه لي بلسانه، ولولا أني خفت أني أحرجه ولا كان سجلت الكلام، لكن لا يليق أني أسجله عليه. قال أنا لما كنت صغير كان أمي وأبي يحضرون لي لعبة، فإذا تعلقت بها بعد يوم ولا يومين وفرحت بها أخذت مني، فأصبح باكيا وين لعبتي فيقولون أخذها أبو بكر وساعد عمر. لعنهم، ليش أخذوها؟ لعنهم. والله العظيم هذا كلامه لي، وأنا كنت قرأت هذا سابقا في الإنترنت من قصص بعضهم، لكن ظننت أنه ربما يعني زيادات. يقول فأشتغل لعن فيهم، يقولون بمقدار ما تلعنهم ترجع لك هديتك، وأشتغل لعن فيهم من يوم أصبح لين أمسي. يقول فبعدها بيومين اللعبة، أقول من رجعها؟ قالوا رجعها علي رضي الله عنه، لأن علي يحبك أكثر ما يحبك أولئك، فلعن أولئك وترضى عن علي. يقول وبدأ يقع ذلك في نفسي حتى كبرت. يقول ثم لما كبرت خالطت بعض أهل السنة في المدارس. يقول فكنت أرجع إلى أهلي وأقول يا جماعة هذولا يعني يتعاملوا معي تعامل زين، فيقولون لا هذولا كذابين لو استطاعوا لفعلوا كذا وكذا. المهم انتهى ذلك النقاش ذلك اليوم.
بعدها تقريبا بأسبوع اتصلت فقلت ما ودك تشرب قهوة؟ قال لا والله أنا جايك. فجاي وهو لا يزال على مذهبه، وجاء وجلس وجاء معه بكمبيوتر وقال لي افتح على الموقع الفلاني وأنا قد جمعت عليك أشياء تذم الصحابة وتذم أبا بكر وعمر من كتبكم أنتم من البخاري ومسلم. قلت طيب افتح، ففتح لي أحد المواقع. هذا الموقع يا جماعة يتصيد أحاديث ويحاول أن يوهم القارئ بمعنى معين وهي لا تحمل هذا المعنى. مثلا مكتوب مآخذ على أبي بكر، قال افتح، فجئت وضغطت بالفارة وفتحت، فإذا مآخذ كثيرة من ضمنها مكتوب أبو بكر يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويقل أدبه عليه، بين قوسين 11 موقف. قلت في نفسي وين 11 موقف أبو بكر يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويقل أدبه عليه، وهو الذي في الغار يشق من ثوبه ويسق الجحور، يسد الجحور حتى ما يخرج شيء، يلدغ النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رجله في الجحر. كيف تقول لي؟ قال افتح شوف. ففتحت، فإذا الرواية ما هي؟ لما جيء بأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر ماذا أفعل بهم؟ بكر يا رسول الله نفديهم، نأخذ الفداء المال لأننا نحتاج إلى مال. وقال عمر يا رسول الله بل نقتلهم. فقال أبو بكر بل نفديهم. قال عمر لا نقتلهم. قال أبو بكر أردت خلافي؟ قال ما أردت خلافك. فصار بينهما نقاش حماس للدين، وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. ما هو على رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. فقلت له يا ابني، طبعا هو مكتوب 11 موقف، هي في الحقيقة ليست 11 موقف، هي 11 رواية، يعني رواية البخاري بعد رواية مسلم بعد رواية الترمذي وهي قصة واحدة، ليست 11 قصة، هو موقف واحد وجايبين الروايات كلها وكاتبين ان هذا 11 رواية او 11 موقف. ثم قلت له طيب هم يا ابني رفعهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعوها على بعض؟ قال لا والله هم رفعوها على بعض. قلت طيب رفعوها قبل نزول الآية بالنهي أم قبل نزول الآية؟ بعدها ولا قبلها؟ قال رفعوها قبل نزول الآية. قلت بعدين رفعوها قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا من شدة حماسهم للدين؟ قال لا والله يا شيخ واضح أن من شدة حماسهم للدين. قلت إذا خرجنا من هذا؟ قال نعم. وأمر على غيرها فإذا كلها أشياء مركبة تركيبا. فقلت له هل تتوقع أن ربنا جل وعلا يرضى أن يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته رجل بالوصف الذي يذكره أصحابك عنه من كفره وضلاله وفجوره هذا لا يعقل. ثم دخل معي على قصة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عائشة ومعركة الجمل وإلى آخره وما وقع من تلبيسات تاريخية فيها وأمور، حتى انتهى نقاشنا. التقيت بعدها يا جماعة في الطائرة بشاب لا يظهر عليه آثار استقامة، يعني حليق الشارب واللحية وأظن بكيت الدخان في جيبه. ثم اكتشفت أثناء السواليف بيني وبينه أنه كان شيعيا وتسنن. ثم قلت له طيب جابك الله الأخ وش اشتغل؟ قال أنا مهندس. قلت طيب أنا عندي واحد من طلابي من شأنه كذا وكذا. قال اجمعني به. عزمتهم عندي في البيت فجاءوا، وجاء هذا المهندس ومعه كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، وجاء معه بوثائق مصورة من بحار، جايب معه كتب وكمبيوتر وجلس وقال اسمع أنا سأتكلم معك من هذه الكتب، والله أنا أمي وأبي لا يزالان على المذهب، ومع ذلك أقبل رأس أبي وأقبل رجل أمي ويدها برا بهما وإحسانا إليهم، ما بيني وبينكم عداوة، لكن أنا لا نريد أن نكون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون، لا، إذا عرفت الحق اتبع. وعلي رضي الله تعالى عنه عرف الحق واتبع ولم يقل لا والله أبي وأمي وفلان وفلان. ثم بدأ يقرأ له واستمر النقاش بينهما قرابة الساعتين، فخرج وفي المجلس الرابع أقب هذا وأعلن أنه من أهل السنة والجماعة. ثم ربط ولله الحمد بمجموعة من الشيعة الذين تسننوا، عندهم جلسة يوم في الأسبوع طلعه كذا، وهم من يعني بلدان مختلفة وعندهم درس. والآن له صاحبي هذا الشاب له نشاط في البالتوك وفي الإنترنت في دعوة قومه. فأنا أعني بهذا يا إخواني، سبحان الله والله يا جماعة، وأنا أقرأ الرسالة
لما كنت أقرأ السب واللعن كنت أقول في نفسي وأعرض عن الجاهلين، امسح الرسالة بس وأمشي. فقلت في نفسي ليش ما تتصل عليه؟ يمكن رجل حتى بعد ما تسنن وصار صريح معي قلت له بالله أنت من وين جبت رقمي أصلا وكيف؟ قال يا شيخ أنا دخلت شات للشيعة فإذا بهم واضعين رقمك عدة مرات ويقولون يا شباب همتكم ارسلوا له لعن وسب، ارسلوا له لعن وسب، همتكم. اي والله كذا يقول همتكم واحتسبوا الأجر. يعني حتى لو واحد ما عنده شحن في جواله يشحن واحتسبوا الأجر عند الله. يقول واشتغلت سب ولعن وقص لزق، المسألة ما كلفتني شيء. فيقول لكن تبين لي فعلا، يقول والله ما كنت متصور أنك ستعاملني هذا التعامل. فأنا أعني بهذا يا جماعة، ترى عدد كبير منهم معمى عليه، وربما أن بعض تعاملات أهل السنة أحيانا بعض المواقف جعلته يعرض أكثر عن الدين، فلا ينبغي أن نكون منفرين للناس عن الدين إلا تلطف